السلام عليكم، اهلا وسهلا، مرحبا مع يوميات المرأة الرجلية. بسم الله على بركة الله، صلى على الرسول عليه الصلاة والسلام. لا يحلو الكلام الا بالصلاة والسلام على سيد الخلق. بسم الله على بركة الله. انا جيتكم بهذه الوصفة بناء على طلب واحد الاخت، صدقوني يمكن في شهر ولا اكثر من اللي قالت لي دير لنا الحمص مع طريقة الكرعين، كرعين تاع بوزلوف مع الحمص. ولكن انا الكونيكسيو راهو يعني كارثه. نحط الفيديو يتسطلق 3 ايام باش يتسطلق، احيانا يومين، احيانا تجي هكا بعض الاوقات تكون خفيفه ومن بعد تحبس. لهذا انا يعني الفيديوهات موجودين، ولكن للاسف دائما عندي خلل. ولهنا خرجنا انا والزوج نتاعي يعني، وشفت هاد بوزلوف هاد ماشي الكرعين، ولكن انا يعني ما كنتش نشوفه يبيعوه هكا بطريقه مخدوم هكا بطريقه هذه. راهو رايع 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 ما شاء الله. يعني كانوا يسلخوا ويبيعوه مارس، ولكن كيخدموه هكا. يمكن هذا نتاع الراس ومقطعينه هكا قطع صغار. هذا الكيلو نتاعو ب60,000، انا شريته من الطاهر. يعني لقيتو فيه واحد المكان هكا 60,000، وهذاك احسن على هذاك الصفر مخدوم ما شاء الله. ولكن هذا شويه شويه يعني غامق هكا. جبته انا، غسلته، زيت نحيت له هكا البلايص اللي كحلين، وضعت الماء والملح وضعته يعني وضعته فيه سخون وخليته غلا بتقليبه واحده برك. رميت الماء هذاك اللبن، يعني غسلته. وهنا جبت ها هما واش راح نوضع: زوج زروديه، البصل، طوماطيش، الحار. انا قصيت هاد انا الزروديه ما يبغيوها ليش الولاد، يعني تبان بزاف في الماكله. بغيت نرحي، حبه نرحيها وحبه نقصها قطع صغار. انا جبت نقلي البصل الاول باش يمد لنا البنه يعني نتاع القليان. كينصح نحط بوزلوف يكون فيه المرقه هكا، ما يبينش، ما يجيش بنين يعني كيما يجي طايب الطياب. قليت هاد المكونات يعني البصل، الطوماطيش، راس الحانوت، القليل من الزعفران. هنا الكمون حتى نوضعوه في الاخر، كنوضعوا الكمون في الاول يمد لنا المروريه، والملح. ونقلب 3 مغارف تقريبا نتاع الزيت، زيت المائده. عندي الثوم، ونوضع وريقه نتاع الرند يعني باه تنقص لنا هذاك الدسم نتاع بوزلوف. ها هي قليتها مليح مليح. ها هي الورقه نتاع الرند. ودروك باش نجيب نلوح هذاك بوزلوف نتاعي اللي غسلته ونقيته وزيت غليته تغليه واحده ورميت الماء نتاعو. انا دائما نقولوها ونعاودوها، يعني الطبخ باش يكون سر البنه هو القليان. يعني القليان نعطيوها وقتها، يعني يكون وقت حتى تقلى مليح مليح، نحسوها هكا تعسلت. هاي انا يعني راهي اندمجت مع بعضها كل شيء، تقلى مليح مليح. وان شاء الله اللي طلبتو مني يعني تكون حاضره، لان وقت طويل. وهذه هي الطريقه يعني بالنسبه للبوزلوف نتاع الكرعين ولا نتاع الراس. يعني قليتها، ها هو جبت هذاك البوزلوف نتاعي يعني مقطع قطع صغار، وزيت قطعته انا قطع صغار. يعني راح نخدم به شطيطها كما نقولوا، شطيطها بوزلوف. لهنا ها نزيد نعطيه وقت يزيد يتقلى مليح مليح، مع انه هذا بوزلوف يعني جاني تقريبا طايب نص طياب من عند اللي كيبيعوه. يمكن هنا الحمص نتاعي اللي شمخته في الليل وضعت له الملح وضعته بات ليله كامله. الغدوه غسلته ونقي، ودروك نجيب نلوحو. الماء نتاعي راهو يغلي على جانب، كاين اللي يقولوا يطيب، كاين حنا نقولوا الماء نغليوه يعني. هنا نجيب نلوح الحمص نتاعي خلاف النوعيه نتاعو جيده، يعني اللي يطيب مجرباته باللي كيطيب. وانا كنت هنا خايفه، يعني انا في العاده يعني بوزلوف نتاعي ما يحبش يطيب، دائما كنشريوه يعني الحمص يطيب يرجع يا زبده وبوزلوف يطول. ولكن هاد المره راهو عكس،
يعني ماكسيموم تقلى من ركت الا كان هذاك بوزلوف يعني زبده، نمسو يعني طري خلاص راح داب. هنا زدت ملعقه طوماطيش، اللي يبغاو الحار يزيدوا ملعقه صغيره هريسه تمد لنا بنه مميزه. وعندي الحار حتى نوضعو يعني في الاخر. هنا زدتها هي الحبه نتاع الجزر نتاعي قطعتها، وهنا نعطيهم وقت يزيدوا يتقلاو يعني لمدة 10 دقائق هكاك. نوضع لهم القليل من الماء يعني ودروك ونمرك. أول ما راهو غليته يعني على جنب، راهو كما يقولوا طايب، ها والبخار راهو يطلع. يعني انا سمحوا لي، الكوكوطه هذه نتاعي راهي قديمه قديمه، انا كي جيت لقيتها قديمه. ولكن الطياب نتاعي يكون بنين وما تلصقش والو، تغفل عليها والو، تحطها ونسى عليها يعني ما تحرق. ملي هذا يعني انا مهما قديمه بزاف وما قدرش نستغنى عليها. يعني لو لقيت وين نخدمها نخدمها ونبقى نطيب فيها احسن على اللي كنشريه من جديد. هنا بعد ما طابها هو، انا كان يعني قد في الماء، ولكن انا الزوج نتاعي ما يبغيش يعني خاطر هذاك اللي يكون يعني متماسك. غليت الماء وزدت له القليل من الماء يعني غليان عادي، والاخر زدت له الكمون. وهنا أنا راح نسربي لهم هكا، انا نحبو يعني ثقيل هكا. ولكن اللي يطيب ما لازمش يخمم في روحه، يخمم في غيره. لهنا نجي نسقي لهم كما نقولوا حنا، نقولوا نسربي الغدا. ها هو بعد ما طاب. حتى الحمص ما بغيتوش يعني نخليه يريب، خلاص راهو طايب يعني الزبده. انا نوضع القليل من المعدنوس. هنايا الزيوت ما نكتروش، انا عصرت فيها نص حبه نتاع الليمون، ونحط هاد الشرايح نتاع الليمون يعني مع الدواره ولا مع بوزلوف ضروري الليمون. وهذه هي وصفة بوزلوف. فيديو خفيف ظريف، ان شاء الله ما تكونوش مليتوا، وان شاء الله اللي طلبتو تكون حاضرة. ومع السلامة وملاقاة الخير في فيديو آخر.